سلام، اليوم جبت لكم مردود رويسات مردود الورقلي. هنا في البرمان نحطو الزيت، كمية من الزيت، والبصلة درت بصلة ونص، والنص الآخر خليته باش نديرو به خليط واحد آخر. هنا البصلة ما نرحيوهاش، نديروها هكا نقطعوها، ونحطو اللحم الغنمي نقليوهم مليح مع بعضهم، ونحطو راس الحانوت، ونحطو فلفل عكري نقليوهم مليح مع بعضهم، ومن بعد نضيفو أكيد الملح، ومن بعد نضيفو الفلفل الأحمر اليابس. هنا عندنا شحمة الكلوة نديرو غير كمية هكا قليلة، كاس فول يابس كنت غسلته، وكاس حميصة أكيد. وهنا بالنسبة للطماطم المصبرة درت 3 مغارف كبار مكومين يعني مليح. والزرودية، الزرودية ما تقطعوهاش صغيرة، قطعوها خشينة وحطوها وقليهم مليح، ونحطو كاس سكر ونمرقو. درنا زرودية وكاس سكر ونمرقو بالماء سخون. هنا نجو للمريسة، هنا الغرس كنت نقيته مليح، نحيتلو العلف، نحيت الحبات اللي ماشي ملاح، ونقعته في الماء سخون. وهنا نبدا نمرس فيه بالصفاية، هنا نمرس فيه حتى يهبط لنا هذاك الماء كامل تاع الغرس اللي كنا اكيد نقعناه في ماء سخون. نجو هنا المردود، درت تقريبا 2 كيلو، يعني كمية ما شاء الله تاع عيلة. هنا نغمرو كامل بالماء حتى يتغطى هذاك المردود. وهنا بعد ما صفيناه حطيناه في الكسكاس، نحينا هذاك الماء وحطيناه في الكسكاس ينشف. هنا المردود راهو ينشف. هنا نروحوا المرقة بعد ما طابت نص الطياب، بعد ما مرقنا وطابت نص الطياب نحطوا المريسة ونحطوا الخليط الثاني. هذيك نص البصلة اللي قلت لكم خلوها في الخليط، هنا درت نص بصلة، درت كمية قليلة من الشحمة تاع الكلوة، الملح، راس الحانوت، وهنا درت غير مغرف صغيرة طماطم مصبرة، ونحطو كمية من الزيت، ونديرناها في الروبو، رحيناها مليح في الروبو ونحطوها. يعني هنا في نص الطياب واش نديرو المريسة، ونديرو هذا الخليط اللي درناه في الروبو، ونديرو كذلك مغرف صغيرة حلبة. يعني هنا كي نغلقوا عليها طيب نص الطياب، ندير في نص الطياب نديرو هاد 3 مريسة، ونديرو الحلبة، ونديرو هاد الخليط اللي درناه في الروبو. بعد ما طابت الزرودية نحيناها، ومن بعد نحطو البطاطا. بالنسبة للبطاطا خلوها كيما راهي، ما تقطعوهاش، هكاك حبات، ونغلقوا عليها وخليها طيب كيما راكم تشوفوا هنايا. نرجعوا للمردود هنايا. هنا بعد ما نشف مليح نديروه يفور. هنا يدير التفويرة الأولى كيما راكم تشوفوا. بعد ما فار التفويرة الأولى، هنا في الكسكاس نخلو فيه كسكاسو، نحطوه فوق قصعة، نخلو فيه كسكاسو، نبدو نحطو الماء. نحطو هكا نرشو الماء مليح مليح حتى يهبط هذاك الماء اللي تحت. ومن بعد واش نديرو، نحيو ذاك الماء اللي تحته ونخلوه ينشف مليح في الكسكاس. بعد ما نشف في الكسكاس نحطوه هنا في القصعة، ونحطو الملح، ونبدو نرشو بالماء. حطينا هنا الملح، وهنا نرشو الماء، ونبدو. انا صراحة نحب نخدم بيديا باش الحبات تاع المردود يجو طريين هكذا، يجو حبات مليح المردود طريين. لازم نرشو بالماء هكا نديرو كيما نفتلو الطعام. ومن بعد ما رشيناه هنايا خلاص سي بون. نحطوه ينشف اكوتي، ونفوروه تفويرة ثانية ينشف. ومن بعد فوالا هنا بعد ما نشف نحطو التفويرة الثانية. هنا نحينا البطاطا بعد ما طابت في المرقة، ونحطو الكابوية. بالنسبة للكابوية هنايا نحطوها دي مخصو كبار، ما نديروهمش صغار، ونغلقوا عليها ونخلوها طيب هذيك الكابوية. هنا بعد ما المردود طفار التفويرة الثانية، هنا نديرو كمية من العكري، ونديرو مغرف كبيرة هكاك طماطم مصبرة والزيت.
أنا ما شاء الله عندي مردود كمية كبيرة، حطيت مغرف كبيرة طماطم مصبّرة، اللي حابة تنقّص تنقّص عادي. هنا هاد الخليط درتو باش المردود ياخد اللون الأحمر، فهمتوا؟ بعد ما درنا هاد الخليط لازم هنا نفتحوه مليح، يمستحسن تفتحوه بيديكم باش هاديك الطماطم تفتح مليح ونعاودو نفوروه. وهنا بعد ما طابت هاديك الكابويا نحيناها ودرنا قرن فلفل حار. كيما قلت لكم هذاك المردود عاودنا فورناه بهذاك الخليط، يعني تفويرة الثالثة. وهذه هي المرقة تاعنا بعد ما طابت، بعد ما درنا الفلفل الحار طفينا عليها. هنا بعد ما فار المردود تاعنا بهذاك الخليط، يعني تفويرة ثالثة، نحطو العصوص المرقة ونحطو كمية هكا. وهنا نجو المكون الثاني الأساسي اللي هو الدهان تاع الماعز، نديروه تقريبا مغرف كبيرة، يعني أنا في 2 كيلو، تقريبا 2 كيلو درت غير مغرف كبيرة، محبيتش نكتر. هذه هي، فوالا. ومن بعد نحركوها باش يذوب لنا هذاك الدهان، وهنا نزيدو نكملو المرقة. هنا لازم المرقة تحطو كمية يعني مليحة معتبرة، يعني تقعدو حتى تشمخوه مليح. ومن بعد كي سي بون تشمخو هذا المردود مليح، تغطوه وتخلوه يشرب مليح هذاك العصوص من نص ساعة هكاك، نص ساعة 40 دقيقة، يعني خلّوا هذاك المردود يشرب مليح. وأكيد تحطوه في الطبق وتزينوه بالخضر اللي درناهم، كابويا والبطاطا واللحم أكيد والبيض، وأكيد فلفل حار. هذه هي المردود تاعنا، إن شاء الله يكون عجبكم، نتمنى كذلك أنكم تجربوه. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء إن شاء الله مع وصفات أخرى.